انا شايف في يعني هو بيتوهنا معاه شويه يا دودار، بس يعني في كلام منطقي بعض الشيء. طيب انا كده كده النادي الاهلي عملتها 45 مره، فالموضوع بالنسبه لي دايما المخ بيصدق اللي انت بتقول لنفسك كل يوم. هنا واحد بيقول ان احنا لو ما خدناش الدوري الطبيعي الاهلي ياخده. نادي الزمالك كلهم مصدقين ان الاهلي لو خد الدوري الطبيعي الاهلي ياخده. احنا بننيمكم. هو مصدق، ما انا ما قطعتوش. احنا بننيمكم. طب سيبه، انا ما قطعتوش. انا ما قول اللي انت قطعتوش عايزه، خالص. قول اللي انت عايزه. نادي الزمالك دايما بيقولوا لنفسهم كل يوم ان احنا عملنا احسن حاجه تتعمل السنه دي. فهم مهيئين للجماهير وكل الناس ان انا لو ما خدش الدوري فان انا موجود اصلا لو لعبت دوري ابطال افريقيا السنه الجايه ده انجاز. وخلينا متفقين على ده. النادي الاهلي ما فيش اوبشن تاني غير انه ياخد الدوري. النادي الاهلي البنزين اللي ماشيه الجماهير، اللعيبه كلها يا عم شبه بعض، الثلاثه اللي فوق شبه بعض. خلينا نقول نمشي للاخر. اللي هيفرق ايه بقى؟ البنزين اللي بيزق النادي اللي هو الجماهير اللي عملتها 45 مره هتعملها مره كمان سهل جدا. احنا متعودين النادي الاهلي عمل ده كتير فهيعمله تاني. انا متاكد ان الست ماتشات اللي جايين عشان الاهلي ما عندوش حل تاني. الزمالك وبيراميدز عندهم حلول تانية، ممكن يطلع تاني عادي. الاهلي مش هينفع يبقى تاني. مش بقى بقول لك بقى ان طب اقول لك على حاجه، قول لي. الاهلي يا بطل الدوري يا ثالث. مش ما عنديش مشكله تاني. مش فاهمني؟ مش فاهم. الاهلي يا ياخد الدوري يا يبقى ثالث. ايوه مش عايز اخد تاني ولا ابطال افريقيا. انا بقول لك اهو، انا مش عايز مسجلها عليا غريب. الاهلي يا ياخد الدوري يا يبقى ثالث. ايوه انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي مش عايز العب دوري ابطال افريقيا، انا هاخد الدوري. صح. ما تقوليش ان تاني عشان دوري ابطال افريقيا، انا ما ببصش لكده. انا هاخد الدوري ان شاء الله. الاهلي هياخد الدوري مش عشان حاجه، علشان دي واحنا عيال. انا وصالح لعبنا في الاهلي واحنا عيال، ما عندناش حاجه اسمها التعادل. الاهلي هو كده بغض النظر، حتى لو احنا الاثنين كانت فرقتنا مش احسن فرقه، ممكن نلعب الزمالك في فترات. عشان كده اتغلبتوا من طلائع الجيش السنه دي. مفيش تعادل بقى السنه دي. لسه. طب ما ايه المشكله؟ ماشي موجود. انا بقول لك مفيش تعادل موجود. بس انا مصدق ان انا اللي جامد ومصدق ان انا اللي هكسب. دايما اللي بيقول لنفسه ده هو اللي بيوصل. يعني هو ده اللي في الاخر. النادي الاهلي يا كابتن مهيب، وفي فرق بس بين حاجه، بين السكواد والكواليتي. الاهلي مش احسن سكواد، الاهلي احسن كواليتي. السكواد بتاع بيراميدز احسن ليه؟ مكتمل بنسبه 7 من 10 في كل الاماكن. الاهلي في اماكن من 2 ل 3 من 10 وفي اماكن 9 من 10 كسكواد. يعني نادي بيراميدز احسن سكواد. كلاعيبه النادي الاهلي احسن لعيبه، في 7 لعيبه احسن لعيبه. النادي الاهلي بيحاول يقلد نادي الزمالك وبيدور على لاعب برازيلي. النادي الاهلي بيحاول يقلد نادي الزمالك وبيدور على لاعب برازيلي بمواصفات خوان بيزيرا. اكتشفوا البرازيل دي احنا ما نعرفهاش يعني؟ هم اكتشفوا البرازيل عشان ما انت بيدور على لاعب برازيلي بالمواصفات دي دوله جديده يعني ولا ايه؟ شايفين ان اللعيبه يعني شايفين يعني احنا كنا فاهمين البرازيل دي مثلا بتاع بن بس. يعني عشان الاهلي عايز لعيب من ثواني يا جماعه، عشان الاهلي عايز لعيب برازيلي يبقى بيقلد الزمالك؟ لا مش لا بيقلد الزمالك. هو امتى اخر لاعب جابه برازيلي النادي الاهلي؟ قول لي انت سنه كام؟ وعمل ايه اللي برازيل انتوا جبتوه ده؟ خدتوا الدوري يعني؟ انت عندك لعيب زيه. خوان بيزيرا انت عندك لعيب زيه. احسن منه طبعا. مين؟ اقعد اعد بقى. انت قول مين؟ أعد. ما كتير. قول يا باشا، قول لي مين. والله كتير. مش كتير. قول لي مين. انا بالنسبه لي انا بن شرقي طبعا احسن منه. انت ده اللي عبد القادر اللي مشيته من عندي انا احسن منه. احسن من خوان بيزيرا؟ طبعا. طب يا صالح انت طبعا. صالح انت شايف ان بن شرقي حاليا تريزيجيه احسن منه؟ حاليا احسن من خوان بيزيرا؟ لا انا شايف ان اللعيب حاله وان انا اجيب لعيب النهارده وارد جدا ان انا اجيب لعيب كويس جدا من بره ينجح معايا يبقى في السن ده. وده طبعا يعني يا فندم ده كلام عقلاني. هو ايه النجاح يا جماعه؟ سيب الراجل يتكلم. خوان بيزيرا حاليا، انا بتكلم حاليا، بن شرقي احسن من خوان بيزيرا؟ حاليا زيزو احسن من خوان بيزيرا؟ كابتن مهيب النجاح يا كابتن مهيب ايه؟ خوان بيزيرا. برافو عليك. كابتن مهيب هو النجاح حلو كده. قول لي شريف النجاح ان انا شايفينها ان اجيب اللعيب. النجاح ان انا اجيب لعيب يدي كوبري ولا ياخد بطوله؟ ايه النجاح بالنسبه لك؟ ياخد بطوله. انا النادي الاهلي النجاح ان انا اخد بطوله. نادي الزمالك ممكن ان انا ارقص رئيسي. خلاص كل واحد عنده النجاح بتاعه. ولا انت خدت هم بيبسطوا من الراجل. ولا جماهير الزمالك ولا الزمالك خد بطوله. بيزيرا بيبسط الناس. حلو بيسقفوا يا ابني الكوره للمتعه. انا مش جايب واحد يبسطني. انا فرحتي زيزو يدي كوبري اعمل بيه ايه؟ انا مش عايز ده. زيزو ولا ما عملش ولا كوبري هلعب دلوقتي. طب سؤال، زيزو ولا بيزيرا؟ زيزو لا زيزو عمل اللي ما عملوش لسه بيزيرا. حلو قوي خالص. يبقى خلاص لما يعمل اللي عمله يبقى زيزو ولا بيزيرا؟ زيزو طبعا. زيزو ولا بيزيرا؟ زيزو طبعا. ها؟ زيزو طبعا. لا انت لسه قايل يا ابني دلوقتي خوان بيزيرا. ما هو الراجل زيزو شريف قال لك حاجه ديودار. انا ليه تأثير؟ النجاح انا ليه تأثير؟ طيب السؤال ليك انت بقى، زيزو ولا بيزيرا؟ مفيش مقارنه حاليا، مفيش مقارنه. زيزو يا كابتن زيزو الراجل بقاله ما سنتين مش احسن حاجه. الراجل كان عايز السنه اللي فاتت على زيزو خلاص. زيزو خلاص الراجل لا عارف. خوان بيزيرا عشان تبقى انت بالصوره احسن لاعب بعد حسام عبد المجيد في مصر من وجهه نظرك. السلام عليكم. صدقوا ان الاشكال دي هي اللي بتطلع في القنوات الفضائيه؟ تصدقوا ان الاشكال دي هي اللي اصبحت مطلوبه في القنوات الرياضيه والبرامج الرياضيه عشان يطلعوا يتكلموا؟ عيل تافه ملوش اي لازمه يطلع يتكلم عن الاهلي.
طب تصدقوا بقى ان موقع صدى البلد واخد العيل التافه ده مصدر لاخباره ومعينه فيه كمحرر رياضي؟ انتوا شفتوا احنا وصلنا الى انهي درك؟ انا قلت لكم قبل كده ان الاعلام الرياضي المصري وصل لمرحله تستاهل العباسيه رسمي. كل واحد عايز يطلع في البرامج الرياضيه لازم يطلع يتكلم كلام اهبل وعبيط عن النادي الاهلي. مش انا قلت لكم قبل كده؟ شوف بس اللي متصدرين الترند دلوقتي في البرامج الرياضيه هتلاقوهم كلهم بلا استثناء معتيه، كلهم معتيه، وبيتكلموا عن الاهلي بطريقه خزعبليه. يعني ان كان رضا عبد العال، جمال عبد الحميد، احمد دويدار، العيل التافه التاني ده اللي بيطلع برضه مع زفت الطين ده، البريمو الواد اسمه ايه اللي كان بيلعب في الزمالك. المهم هتلاقيهم كلك نفس التركيبه بتاعه الزمالك. حتى خالد الغندور بقى له برنامج رياضي وبيتكلم كمان كلام خزعبلي تماما عن النادي الاهلي. يا جماعه مش كده، مش كل عيل ملوش لازمه يطلع في البرامج الرياضيه يتكلم عن الاهلي ويجيب سيره الاهلي. انتوا هتعيطوا وهيطلع لكم صرم عشان الاهلي ما يكسبش ال6 ماتشات اللي جايين وما يخشش افريقيا السنه الجايه. انا بقول لك الشخصيات دي دلوقتي متصدره الاعلام الرياضي، لولا كلامها عن النادي الاهلي ما حدش كان شافها. الاهلي بيقلد الزمالك عشان يجيب لاعب برازيلي. شفتوا احنا وصلنا الى انهي درك؟ الاهلي بيقلد الزمالك. هيقلدوا في ايه بقى؟ في الفشل، في الايقافات القيد، 14 ايقاف قيد، في المديونيات. ده ممدوح عباس بيصرف على النادي حرفيا، بيصرف عليهم كل يوم، بيديهم مصروف من جيبه، اكل وشرب ومواصلات، بيصرف على النادي حرفيا. شفتوا نادي معلق مصيره بمصير شخص بيصرف عليه؟ هل ده يبقى نادي محترم لما يكون معلق مصيره بمصير شخص يصرف عليه كله يوميا؟ طب فين مجلس الاداره؟ فين مجلس الاداره ولازمته ايه مجلس الاداره، وايه سلطاته مجلس الاداره، وايه المشاكل اللي بيحلها مجلس الاداره اذا كان شخص معين هو اللي بيصرف على النادي بالكامل؟ طب شفتوا العاب الصالات؟ طب شفتوا الانسحاب الزمالك من البطوله الافريقيه كره السله عشان سيدات، عشان ما معهمش مصاريف؟ ما هو اصل ممدوح عباس هيصرف عليه، هي كفايه كره القدم، ده متحمل مصاريف الطائره اللي ودتهم لمباراه شباب بلوزداد في الجزائر، ومتحمل الاقامه، ومتحمل كل مصاريف الالعاب الموجوده دلوقتي في نادي الزمالك هو ممدوح عباس. فين بقى موارد نادي الزمالك؟ ولا انتوا بس غاويين ضحك على الجمهور وغاويين ضحك على الناس الغلابه وخلاص، باخبار خزعبليه كلها كذب في كذب؟